بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، ما شاء الله عيدكم مبروك. اليوم ثالث أيام التشريق، ثالث يوم في العيد، عيد الأضحى المبارك. إيمانا منا أن وراء الأبواب أسرار. حلينا باب بتاع منزل موجود في الغربة، قعدنا بحث شاب ابن الغربة. الشاب هذا اسمه أنور. اليوم مش نحاول نحكيه شوية مع أنور على خاطر حالة خاصة. ولد عادي، عاش طفولته عادية، لعبت مع الصغار الكل كيما يلعب الصغار الكل، ترى خذا باك مشى للجامعة، ومن هوني بدات حياته تاخذ في طريقها. باش نحاولوا باش أنور يحكي لنا شنو اللي صار معاه. ماناش باش نقلقوه برشا، نحبوه يحكي ويرتاح، وتو تكتشفوا انه أنور يلزمنا كغربيا نحسوا به، واحنا متاكدين ان في الغربه بلاد الخير، بلاد البركه، نجموا نعملوا برشا حاجات اللي ممكن ماناش باش نقولوا احنا ما عندناش المرض والانسان كي يبرى من المرض هذيك حاجه بيد ربي، لكن احنا نقولوا الطبيب يداوي ويفرج على الله، واحنا الناس نحسوا ببعضنا. باش نحاولوا باش نسمعوا أنور وندعوكم انكم تحسوا به. أنور على السلامة. أنور انت ولدت كيما الناس الكل، عشت طفولتك كيما الناس الكل، قريت في المدرسة في الليسي. الحمد لله يا ربي. أول حاجة الحمد لله الشعب التونسي بعيد إن شاء الله يدوم. يعني أي إنسان عادي، ولدت إنسان عادي، ما عندي حد شيء. نلعب مع الأصدقاء، قريت على روحي عادي. شاركت في جمعية الصغار بالغربة، لعبت كورة لمدة 4 سنوات، والحمد لله يا رب. ما عندي حد شيء. كان في سنة 20 حكاية الباك، كنت نقرا في الجامعة، حسيت بحالتي بدأت تتعكر، ما عرفتش مناش الحاجات اللي نحس بها، معناها أعراض عادية كالبرد لما نستمر صحيح، معناها معناها ديما نستمر طول العام، شهر بيع قلب نسمع أثر فيها من وقتها، وأنا نحس في روحي متعب. عندي عمري 20 عام بس نحس في روحي متعب، قاعد نمشي بالتالي، ما عادش نمشي برشا، ما عادش نتحرك، ما عادش إنسان أكتيف، ما عادش إنسان ما عادش. وصلت ل 24 عام، غالبا ما جاتش من نقرا. أنور تحاول باش تحكي وترتاح. فانا عام خديت الباك. أنا خرجت الباك 2004 2005. شنو هي الشعب اللي خديت بها الباك؟ أنا شعبة رياضيات، مشيت قريت في المعهد العالي للإعلامية والرياضيات في وقتها بديت تفيق بحاجات ولا بديت تمر؟ من وقتها أنا كنت أسطور، كنت من بكري في السباحة، مسكور في الترام وفي الصون. في وقتها نستقبل بيت والليل شيء تطبيق، عملي تحاليل وعملي سكانات، خلي عندك شوية جنب وسيط الرئتين عادي، معناها
يقلقوا جوست نستنى نحافظ على حاولنا نحافظ ولا غالب. مش عارف الواسع حاجة جديدة وقتها ولا هي موجودة أما أنت ما كنتش خايف بها ولا تبغى ما خايفش بها؟ في قال هي موجودة من الصغر ما كنتش خايف بها. ما كنتش خايف بها. في قال كيف تحلت عليك اللي جاه في الكبر معناها. الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي معناها في فقر ذهب بديت نداوي شوي شوي. أما الحالة قعدت كيف عمال يتيحوا بشوي بشوي. فقط 4 عام قريت تحت الجرمانية والفورماتيك سوسيتي وأنا فورماتيك ومكملتش. خرجت من الغاز نزلت من بعد حاولت نخدم ومنزلتش صراحة. أي خدمة تتطلب مجهود تتطلب دكتور تتطلب قوة معناها في العضلات والنفس منزلتش صراحة. و2009 حليت مشروع على قدي بتاع بارفوميري عطورات وشوية ملابس. عملت حوالي وبعدين ما نزلتش ما نجيبش عليه. نفس الحكاية غاد نمشي تشتي ونبرد برشا. تبرد برشا. نبرد برشا. 2009 زدت فاقمة الحالة ما عادش نجم نمشي برشا. ما عادش نجم نمشي مسافات طويلة. ما عادش يطيق البرد الكل معناها حتى وصلت في الشتاء ما نخرجش. يجيني بريود الشتاء الشهرين هذوك جامبي وفي نقعد في الدار ما نخرجش. أما قعدت أبرك شوية ما نزلش ولا شوية مجموع. وتعكرت من الحالة 2012. من 2012 تعكرت الحالة من بلادي. 2012 تنجم تقول لنا كيفاش تعرف الحالة؟ 2012 وليت ما عادش نجم نمشي. ما عادش نجم نمشي مسافات طويلة معناها أكثر من 200-300 ميل نمشي. ونقعد نرتاح ونتنفس. ومعناها حتى ساعات البراد تجيني تولي أقوى من قبل. خليني راقد في الدار الجمعة والجمعتين ما نخرجش. صراحة وليت عاجز على كل شيء معناها. حتى باش نهز بالبسامي نهز حاجات خفيفة عاجز. ما عادش تنجم. ما عادش نجم. 2013 جانفي 2013 صراحة عليا جاي قال لي بدل ما تعرفش مرضك كل كثير قال لي ديلاتاسيون دي برونش اسمها ديلاتاسيون دي برونش ديلاتاسيون دي برونش الجنب. نمشي نصحني باش نمشي لأريانا بتاع عبد الرحمن مامي في أريانا. قال لي فيها أخصائيين طبابين وبتاع ضغط كبير. هذا في سوق الجمعة والله يقول لي في الساعة في سوق الجمعة في الجبل. عاصي يمشي ومن وقتها بدأت رحلتي معناها اكتشفت المرض بتاعي اللي هو اسمه الحقيقي لاميكو فيستيدوز. لاميكو فيستيدوز وهو مرض جيني يجي بالوراثة معناها كما نقولوا يلزم الأبو عنده كوكي والأم عندها كوكي. طه عنده كما نقولوا أجداد وهي الميكروفيسيدوز مثل الروري يجعلوا كما نقولوا بشوي بشوي عاجزين على التنفس عاجزين على ضخ الهواء.
المرة هاي يجعل الوالي ما يخليهمش يضخوا الهواء بالبال، يخلي المسك يضعف حتى يزيد يمس الجهاز الهضمي، يخليه ضعيف الجهاز الهضمي حتى عملية الهضم المسك يضعف. ما تحكيش برشا ارتاح. كان من 2013 عرفت المرض بتاعي الحمد لله يعني ساجدين. الحمد لله. إن شاء الله يا ربي كل الدوام إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. أكيد اللي يحبوا ربي يزوروا. إحنا الحالة هذه حبينا نوريوها لكم، مش باش نوريكم إنسان مريض. إنسان مريض المرض مع ربي والشفاء بيد ربي، والمرض كيما نقولوا إن شاء الله تخفيف من الأمور. الشاب أنور مريض يستعمل في آلات، نوريكم الآلة بتاع تنفس، ويستعمل في عدة آلات أخرى ودويات، وهو موظف عنده شهادة موظف. احنا اليوم الموظف قد ينجم بشهريته يوكل مرته وصغاره يتسمى لاباس، فما بالك إذا كان عنده شاب في الدار وابوه ما ان شاء الله كل انسان اللي يهتم بالحاله هذه تو يعرف ابوه ويحكي مع ابوه كما نقولوا احنا بلغتنا في القربه وذبه برا، وما يدخلش على صغاره، لكن الله غالب برشا مصروف. البو ولي يحس والولاد بيدو ولي يحس، واحنا حسينا به، نحب نشاركوكم في احساسنا. هذه الماكينه اللي يستعملها انور، هذه الاكسجين. هذه ماكينه الاكسجين بعيد عليه، وعاملين رالونج. هذايا رالونج جعبه هذا الاكسجين انور. علاش؟ اول حاجه كما لاحظتوا الماكينه تعمل في حس، ما نحبوهاش تقلق الولاد. ثاني حاجه في الليل، وخاصة في الليل كما قال لي تو أبوه. وثاني حاجة يلزمو يتحرك، يلزمو يمشي للتواليت، يلزمو كذا، معناها عاملين هالرالونج هذا باش أنور يتنقل ويقضي الأشوار اللي ينجم يقضيهم، ما ينجم يتحرك ويمشي ويجي. كان كي يبدا الأكسجين موجود عنده، معناها ما ينجمش يستغنى على الأكسجين، لا هو قاعد لا هو يمشي لا هو راقد. وكما سمعتوه من بكري يحكي، ربما ما كانش الصوت قوي ياسر، كان في كل تقريب بين الجمله والجمله يستحمد يقول الحمد لله يا ربي وراضي قضاء ربي. وان شاء الله ربي يزيد الصبر وربي يشفيه ان شاء الله، واحنا متاكدين انه مش يقع تجاوب بعد استعراض الفيديو. مطبل بيه. هذه ماكينه مش يوريها لنا انور، الفياني، يقولوا لها الفياني اللي تضخ الهواء باش تساعد الرواري باش يزيدوا يتحلوا اكثر. تعاوني. اما دي ايروسول يقولوا لها. ايروسول. فمسح باش هذه الشيشه كما يقولوا. الشيشه. يقولوا لك كثرات بيات. هذوما الدواء. هذا دواء سبيسيال من الخارج يجي من فرنسا. هذا نوع نتاع دواء بركه اللي يجيه من فرنسا كما قال. فما كان في فرنسا وغالي. الحمد لله يا رب. والحمد لله يا رب. ربي يشفيك انور ان شاء الله. عايشك. اما حبيت نقول حاجه، اللي الطبيب قال لي فما بالنسبه للحالات يعني اللي عندهم ضعف في الرواية فما امكانيه عمليه الزراعه. زرعريه. اما في تونس مش موجود. انا موجوده مازال ما بداوش فيها. عطونا باش نعملها في فرنسا. قالوا لنا في فرنسا، اما بصراحه الكلام رفضت
صراحة رفضت الدوسي الكلام. رفضت الدوسي باش نمشيو نعالجو في راسي، خاطر المبلغ غالي شوية. قداش تقريبا تتكلف العملية؟ بين 400 و 500 مليون تونسي. أما فما أمل إن شاء الله. إن شاء الله. أنا فما نسبة نجاح بالنسبة كي تعمل العملية إيه دي. في فرنسا فما نسبة قدرة نجاح الله. كبيرة. والفرج بيد ربي إن شاء الله. إيه بالطبع. كله بإذن الله إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله يا رب، نحب نعمل العملية. تحب تعمل عملية أنت أنور؟ ربي يسخر ولاد الحلال، ربي يسخر. لا 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 أنور، ما تزيدش تقلق روحك عاد. نكون إنسان عادي تبدا. لا هذا من حقك أنور، هذا من حقك. نعم بالله الساعة خاطر ربي تعرفوا ابتلاني. إن شاء الله يا رب نكونوا من الصابرين. آمين. زاد في نفس الوقت نعيش كيف عباد. طبعا الحق صدقني. كيش هذا؟ عامين والله صدقني لا خرجت من الدار. عندك حق، عندك حق. ربي يشفيك أنور وما تعرفش عليه. ربي هو الكل. احنا الله يا ربي. العبد هو معناها وسيلة يسخرها ربي، وربي هو الكل إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. نتمنى نعمل العملية كان كذبت. إن شاء الله ربي يسهل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ما نكذبش عليك، نحب العباد تعاوني شوية في الدوايات. إن شاء الله ربي يسخر ولاد الحلال إن شاء الله. إن شاء الله يا رب يبارك الله في ناس الخير. إن شاء الله موجودين، قدرة ربي موجودين، قدرة ربي. بارك الله فيهم، بارك الله فيك. لا احنا ما عندناش حتى مزيان، وحتى أهل الخير هما بيديهم هكاك ما ان شاء الله لاباس انور. احنا ما ماناش مش نبخلوا ان شاء الله، مش نحاولوا باش نعاونوا قد امكانياتنا. عايش. واحنا كنا امن انه الطبلبيه سوليدار ياسر في الحكايه هذه ويعاونوا ياسر. ان شاء الله نعرفهم. عايشك. وربي يسخر اولاد الحلال، وربي يجعل نايب ان شاء الله. عايشك. وربي هو الكل. ان ان شاء الله لاباس. عايشك.